وكذا حملة المشاريع في إطار أجهزة الدعم المقدمة من طرف الدولة. نناقش هذا الموضوع بحضور السادة كمال تيغزرت، هو مهندس فلاحي رئيسي وممثل عن الغرفة الفلاحية لولاية وهران. يحضر معنا كذلك السيد زياني عبد الحليم، هو باحث تطبيقي في مجال الفطريات. وحاضر معنا كذلك الأستاذ ناصر بن عيادة، هو أستاذ تربية النحل ورئيس النادي الوهراني لمربي تربية النحل وحمايته. السيد ناصر بن عيادة، أنتم أستاذ تربية النحل، تشاركون الغرفة الفلاحية في برامج التكوين وما أكثر، يعني المربي النحل على مستوى ولاية وهران، الناشطين على مستوى المحيطات الفلاحية التي فتحتها محافظة الغابات لولاية وهران بالتنسيق مع المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية. ماذا عن تخصص التكوين في تربية النحل؟ يعني ما هي البرامج المدرجة يعني عامة وخاصة هذا الموسم؟ شكرا، بارك الله فيك الأستاذ نور الدين. أولا تحية مروان، أولا تحية للزملاء الأستاذ والأخ كمال على ما قدم، تحية للطاقم الإداري وكذا للمشاهدين الكرام. إذا نعتمد على آلية يعني في التعليم وتطوير هذه الشعبة، لأنه لا يخفى علينا أهمية دور تربية النحل في الحفاظ على التوازن البيئي والأمن الغذائي. بناء على هذا فلنا دورات تكوينية على مستوى الغرفة الفلاحية، وبالمناسبة يعني أشكر كثيرا رئيس الغرفة رزوق سعيد على ما يقدمه وما يبذله في دعم ومساهمة هذا القطاع خاصة تربية النحل. إذا لنا دورات تكوينية على مستوى الغرفة الفلاحية. هذه الدورات يعني الحمد لله أصبحت تشهد إقبال كبير جدا من طرف المتربصين. نقوم فيها بتربية النحل، نقوم فيها بتربية الملكات، إنتاج الغذاء الملكي، التعريف بسم النحل، تعريف بمنتوجات الخلية، الكلام حول ما هي المشاريع التي يمكن أن يتوجه إليها المستثمر أو الطالب كدخل إضافي. زيادة على هذا يعني نحن على مشارف احتضان مشروع تطوير السلالة أو تحسين السلالة في الجزائر مع التعاون مع جامعة تلمسان، جامعة تيسمسيلت وجامعة بلعباس. إن شاء الله راح يكون هذا المشروع غدا ويعني تحتضنه الغرفة الفلاحية، والحمد لله كان لنا شرف أن يكون بداية هذا المشروع من ولاية وهران، وهذا شرف كبير، مشروع تحسين السلالة. إذا أيضا ننشط مع الغرفة الفلاحية في إقامة دورات تكوينية خارج الولاية. فمثلا الأسبوع القادم عندنا دورة تكوينية في ولاية سكيكدا في 8 نوفمبر، عندنا دورة تكوينية أخرى أيضا بالتعاون دائما مع الغرفة الفلاحية في جامعة تيسمسيت، والتي ستكون مدتها 3 أيام. إذن هذه هي الدورات التي نقدمها. فنعتمد دائما على الدورات التكوينية، نعتمد أيضا على تقديم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا نعتمد على التأليف، وبالمناسبة هذا مؤلف تأليف جديد في السوق متوفر. إذن هذه هي. نعود إليكم مستمعينا الكرام فيما تبقى من عمر برنامج فلاحة بلادي، وعدد اليوم المخصص للتكوين على مستوى الغرفة الفلاحية لولاية وهران. نعود إليكم الأستاذ ناصر بن عيادة للحديث عن برامج التكوين الخاصة بتربية النحل على مستوى الغرفة الفلاحية لولاية وهران. يعني في الوقت الراهن هل فيه برنامج تكويني خاص بتربية النحل؟ يعني وما هي المنهجية والبيداغوجية المتبعة يعني في التكوين؟ هل هو عمل نظري وفقط أم يتبعه عمل ميداني؟ شكرا، بارك الله فيك. إذن نحن دائما نحاول أن ننقل تربية النحل القديمة إلى تربية النحل الحديثة، لأن دائما نشوفوا باللي الناس بزاف كي تقول تربية النحل يفهموا باللي النحل ينتج العسل فقط. نحاول أن نبين أن تربية النحل فيها تخصصات، يمكن للإنسان أن ينفرد بتخصص من هذه التخصصات. فمثلا إنتاج العسل تخصص، هنالك تربية الملكات
تربية الملكات، إنتاج الغذاء الملكي، بيع الطرود، يعني تحويل منتوجات الخلية، إنتاج الشمع إلى غير ذلك من التخصصات. خاصة نحن نعرف كاين أشخاص ربما ما يساعدهش جمع العسل، لأن جمع العسل الآن أصبح مشكل، خاصة مع الجفاف الذي نعانيه خاصة في المناطق الساحلية، وين أصبح إنتاج العسل يحتاج إلى أنك ترحل تذهب إلى الصحراء، وهذا عمل ربما شاق، ربما هذا العمل ما يساعدش ناس اللي يكون داير تربية النحل كدخل إضافي. لكن في المقابل يمكن هنالك تخصصات وين تنجم تديرها كدخل إضافي، كدخل ثانوي، من بينها إنتاج الغذاء الملكي أو تربية الملكات. وأيضا هنالك تخصصات يمكن للجانب النسوي أن يحظى بتخصص من هذه التخصصات، كمثلا إنتاج الغذاء الملكي، هو يعني تخصص دقيق يحتاج إلى الصبر وإلى يعني قوة الملاحظة والدقة، وغالبا ما نجد هذا التخصص في جانب النساء. أيضا هنالك في المنهجية التي نسير عليها في التكوين هو التعريف بأمراض النحل، خاصة أصبحنا نشهد مشاكل كبيرة في هذا الباب، من بينها الأمراض لافاروا، تكلس الحضانة، تكيس الحضانة، تعفن الحضانة إلى غيرها. وهذه الأمراض في الحقيقة لم تكن معروفة عند من كانوا يربون بالطريقة القديمة، يعني ما كانوش يعرفوا. زيادة على هذا التعريف بالمشاكل التي يمكن أن تقع في الخلية، مثلا هجرة النحل، لأن قديما ما كانوش يفهموا بعض السلوكيات. مثلا احنا عندنا سلوك السرقة عند طوائف النحل، هذا من السلوكيات التي يعني في التربية القديمة ما كانتش مفهومة. مثلا التطريد، مثلا نحكي لك كمثال، كان يقرأ عندي واحد الشيخ كبير أحييه بالمناسبة، كان يدخل الكلاسة من بعد كي يخرج على 10 يقول لهم احنا بكري كنا نحطوا الصندوق يجيب العسل، يقول ما الأستاذ راه يشكل عليكم وكذا وكذا. خليته كي يدخل الكلاسة جماعة، قلت له الحاج نسقسيك سؤال. قال لي واه. قلت له أنت النحل كي يخرج لك كيفاش تدير؟ قال لي أنا ندير كرسي ونجمع وندير قهوة ونقرا على حتى يخرج في الدالية وندخله. قلت له بصح حنا العلم الحديث الآن علمك باللي الصندوق قبل ما يدير التطريد، قبل النحل ما يخرج لك، أنا نكون على بالي به ونعرف كيفاش نتصرف معه. إذن هنالك بعض السلوكيات اللي ما كانوش يعرفوا كيفاش يتعاملوا معها. الحمد لله الأمور الآن تطورت، نحاول احنا دائما ننقلوا تربية النحل تربية حديثة، يعني اللي حتى تساعد في كمية الإنتاج إلى غير ذلك. ولهذا نلاحظوا في السنوات الفارطة اللي مضت وين كان كاين جفاف، بزاف نحالة اللي كانوا يربوا بالطريقة التقليدية نقدروا نقولوا فشلوا، ما قدروش يديروا الانتاج لانه ما كانوش يعتمدوا على الطريقه الحديثه، ومن بينها البروتوكول تاع التغذيه اللي مهم جدا في التجيش. نعم. شكرا لك الاستاذ ناصر بن عيد على كل هذه الشروحات.